انا ومكانك خليك مكانك، اوعى تفكر تبتدي من جديد. يا ابني امشي، روح الحق حياتك في مكان تاني. لو انت خايف ان انت تتغرب فصدقني ما تخافش من انك تبتدي من جديد. خليش الخوف يخليك ما تعملش حاجات ممكن تكون هي السبب في ان انت تلحق حياتك اصلا. ان انا بقول لك تبتدي من جديد، انا اصلا شاكك فيها، لان انا شاكك ان انت ابتديت فكره حتى ان انت بتعمل حاجات من زمان في المكان اللي انت قاعد فيه دلوقتي. انا عندي شك كبير جدا ان ده تكون اصلا كانت بدايه، يمكن تكون البدايه من ساعه ما انت اصلا شفت الفيديو ده. وفكره ان انت تبقى عارف اصلا ان معظم الناس بتسافر عشان تكتشف الدنيا عامله ازاي بره ويحاولوا يستقروا وبيسافروا ما بيرجعوش تاني، فده مش بيحصل الا لما يكون في سبب مقنع ليهم. ففكره ان انت ابتديت او ما ابتديتش، فصدقني عمرك ما تخاف انك تبتدي من جديد في اي مكان تاني. انا مش من الناس ولا بحب الناس اللي بتقعد تقول لك مفيش اسباب ما يمنع انك تخليك تعمل وتعمل وتعمل، لان فعلا اكيد في اسباب بتخليك ان انت ما تقدرش تعمل حاجه معينه. ولكن انا من الناس اللي بتقول لك لو مش عارف تعمل حاجه في المكان اللي انت فيه دلوقتي، امشي وحاول انك تعمله في مكان تاني. فكره ان انت اصلا تسافر بتفتح عينك وعقلك لحاجات كتيره جدا عمرك ما جربتها قبل كده، وبتلهيك في حاجات كتيره جدا ممكن تخليك انك تعدي حاجات ما كنتش متخيل ازاي ممكن تعديها في حياتك. تخيل مثلا انت بتكتشف ثقافات جديده وبتتعرف على ناس جديده وبتبدا طريق جديد مليان بالفرص، بتحاول ان انت تبقى نسخه